وما شابه ذلك. وقبل الزواج هنالك الخطبة وتسمى بالتجر حطاي، وتقدم هدايا للعريس من النوق كما تقدم للخطيبة ناقة هدية. وخلال فترة الخطوبة لا يأكل الخاطب مع نسيبه يعني، ودي عادة جميلة جدا تؤكد مدى الاحترام والتوادد بين أهلنا البني عامر. ويرتبط موعد الزواج عند أهلنا البني عامر في السابق طبعا بالنجوم، ويمتنعون عن الزواج في عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان وصفر وأيام الجمعة، ويتزوجون في الأيام التالية من الشهور الهجرية اللي هي الثالث والسابع والتاسع والثالث عشر والسابع عشر والتاسع عشر، وذلك تفاؤلا بهذه الأيام لأنها أيام أحادية. يعني دي اعتقادات عند أهلنا البني عامر. بعد الخطبة تجهز العروس وتتخذ العروس وزيرة يطلق عليها بالتجر ماديت، والعريس وزيرا يطلق عليه ماداي. من أدوات زينة العروس عندنا الحجول والمرود بالسود وهو من الذهب ويلبس على الجبهة، والزمام فايانف، والزمام الصغير ندلت، وشلشل، وقلائد على العنق، وحزام من الجلد والخرز. نجي في المهر. المهر اللي هو صداق، ويتكون المهر من 5 أو 7 بقرات أو 9 بالإضافة إلى الهدايا الأخرى. ويتلقى العريس في معظم الأحيان المساعدة من أقربائه إذ يهبونه النوق والأبقار، ويتم تقسيم الأبقار بين العروسين. وتأخذ العروس 4 بقرات ثم 3 أخرى إضافية يسهم بها العريس، فتصبح الثروة مشتركة بينهما. أما إذا قدم العريس في المهر 3 نياق فلا يحق له مشاركة زوجته في الثروة. ملابس العريس. تتكون ملابس العريس من جلباب قصير وعراقي وسروال وسديرية وعمامة وحذاء، ويرتدي في يده اليمنى سوار يطلق عليه بالتجر تكت، ويحمل العريس سيفا لمدة أسبوع. وتقام الاحتفالات ويرقص الرجال والنساء منفصلين عن بعضهم البعض. أيضا هنالك من العادات الجميلة اللي هو في أثناء الخطبة تدفع ذكران اللي هي، وهذا يحصل بعد أن تتم مراسم الحطاية اللي هي الخطبة، ويسمى أيضا في الريه، ويحضره في الغالب ذوي العريسين، وغالبا ما يكون للنساء فقط. وهنالك أيضا العشل. والعشل هو عبارة عن ماء فيه 7 صفغات من شجر السدر، وأيضا فيه شيء بسيط من لبن البقر، وهذا يدفق أمام العريس والعروس. تسبغه بعض الأشياء، منها أن يكون من يقوم بهذه المهمة أي مهمة تعشيل العريس أن يكون أبواه على قيد الحياة، ويقوم هذا الشخص بعد أن يأخذ عمامة العريس بيديه ويضعها على رأس العريس 7 مرات، ويقول في كل مرة بسم الله. هذه هي عملية العشر. بعد 7 أيام تأتي القلعيد، وفي هذا اليوم تذبح شاة أو أكثر، وهي عبارة عن عملية إنزال للعمامة التي تم بها العشر، لأنها يجب أن تكون على رأسه 7 أيام ومعها السيف. نجي لبعد الزواج. بعد الزواج هنالك الرفعيت، وهي عبارة عن مبلغ رمزي يدفع عند خروج العروس من بيت أمها إلى بيت أبيها. وهنالك أيضا مثله، وهذا عبارة عن هدية أهل الزوجة لبنتهم بما يستطاع، وتكون في شكل مواشي مثل الأبغار والإبل
وغالبا ما يقوم بهذه المهمة الأعمام والأخوال وغيرهم من أهل بيتها. نجي في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الحمل، يعني حاجة جميلة شديدة، يعني اللي هي تختلف مراحل الحمل عند أهلنا البني عامر حسب حالة المرأة، ما إذا كانت بكرا أو ثيب. فالأولى اللي هي البكر تخفي حملها عن زوجها كنوع من الدلال، وأول من يعرف هي أمها، ويعرف الزوج بعد ظهور الحمل. ومن طقوس الحمل المشتركة بين البكر والثيب إطلاق عبارة لحيطان تحننه، أي أن الجنين قد دبت فيه الروح، ويشرعون في إخبار الأهل والعشيرة بأن هنالك حمل، وذلك بطهي البليلة وذبح بهيمة، وتهتم الأم برعاية ابنتها الحامل. وفي الشهر السابع تقدم عصيدة دقيق الذرة والرب للصديقات والغريبات اللائي يساعدن في مساعدة الحامل. وفي الشهر السابع تربط الحبة السوداء، يعني للاعتقاد بأنها تعويذة ضد الحسد، ولا تخرج الحامل من البيت ولا تقابل أهل زوجها، وإذا رأت والدة زوجها فغضت عنها. وترتدي الحامل ملابس بكل الألوان عدا اللونين الأبيض والأسود، وتخصص للحامل مرافقة خاصة لها، وفي كل يوم تعد لها وجبة من مديدة السمن وعجينة البلح وعصيدة من دقيق الذرة والروب، ويشمل غذائها عادة السمن والعسل واللبن واللحم. وتهتم والدتها برعايتها وتغذيتها نسبة للمخاطر التي تحيط بعملية الرضوع، مع تعقيدات الختان الفرعوني وسوء التغذية الذي ينتج عنه في الغالب نقص حاد في نسبة الحديد والهيموغلوبين في الدم. وسبحان الله، يعني دي من العادات المشتركة عند كل النساء البيجة في شرق السودان، وده أكبر مرض عضال يواجه هذه الأمة. نتمنى الشفاء لكل أمهاتنا. المرحلة الثالثة هي مرحلة الميلاد، ويمر بمرحلتين. أولا الوضوع. في الوضوع هنالك غابلة تعرف محليا بداية، وتكون لها خبرة طويلة ومعروفة في المنطقة، وتسمى داية الحبل، حيث توضع الحامل على سرير خشبي كبير يسمى عرغي، ومعلق فوقه حبل كي تمسك به الحامل أثناء الوضوع. وتضع المرأة دائما في بيت أبيها، ويكون معها القابلة والأم وأخواتها، ولا يمكن للنسيبة الدخول معهن في لحظة الوضوع مهما كان السبب. يربط للحامل ما يسمى بالتجري كجرت أمام السرير، وهي ستارة من القماش، ويعلق جرس في مدخل الغرفة كتعويذة من العين. وتوقد كل مساء خارج البيت نار لمدة 40 أمسية